السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة من وصفات اللي عودتكم دائما عليها السهلة والسريعة. اليوم ان شاء الله في مطبخ عليا غنحضروا هذا الكيك سهل جدا، مكونات اقتصادية، تقدروا تحضروه للكوتي ولا للضيوف ديالكم. كيجي بنين بزاف، مشرب نفسه بنفسه بواحد الكريمة اللي ما فيهاش الشوكولا ولكن كتجي بنينه بزاف. هذا هو الكيك ديالنا لنهار اليوم، ويلا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا كما كتشوفوا اخواتي غنحتاجوا 4 بيضات. نعم كديروا 4 البيضات كاملات، كديروهم بدرجة حرارة المطبخ. كتضيفوا عليهم واحد الكاس ديال السكر، ولا السكر طبعا كيبقى حسب طبعا الذوق والكمية اللي كتبغيوها تكون في الكيك ديالكم. وبعد ذلك كتخلطوها قليلا بالباتور، طبعا الا عندكم الباتور الآلي، وكتضيفوا اي نوعيه من الياغورت. انا هنا غندير واحد الياغورت كريمي، وانتم كديروا اي كو بغيتو واي كو متوفر. وبهذيك العلبه ديال لايورز او دانون كتاخذوا القياس ديال الزيت النباتي، وكتضيفوا طبعا الكاكاو. بالنسبه للكاكاو فانا هنا عندي نوعيه جيده، طبعا حاولوا انكم ديروا نوعيه جيده. هنا بالنسبه للكاكاو فهذا الكاكاو هو ماشي مر، ديروا تقريبا واحد 3 ملاعق كبار من الكاكاو الخام، نوعيه جيده كما قلت لكم دائما البنات، وكنقولها لكم في الانستغرام او في اليوتيوب. جوده الكاكاو كتحكم في بنه الكيك ديالكم. هنا البنات كما شفتوا راني درت الكاس الاول ديال لافارين، وضفت عليه ساشيه ديال الخميره الكيميائيه ديال 10 غرام، وكنخلط بالضراب الكهربائي، وكنضيف الكاس الثاني. بالنسبه للكيك فانا استعملت فيه 2 كيسان ديال لافارين و2 ساشيات ديال الخميره الكيميائيه ديال 10 غرام. وإلا ما عندكمش 10 غرام فانتوما كديروا 2 ساشيات الخميره ديال 8 غرام، راه نفس الشيء ونفس النتيجه البنات. هنا غادي نضيف واحد الكاس طبعا بالباط ديال اللايورت اللي استعملناه مملوء بالماء. تقدروا تعوضوه بالحليب الا بغيتوا، ولكن انا فضلت انني ندير الماء يجي اقتصادي. طبعا تقدروا ديروه في الاول، انا كنت نسيت لذلك ضفته الان. وملي غتخلطوا جيدا كتحاولوا ديروا رقم 8، والا شفتوا ان الخليط ديالكم يعني ما دابش قبل ما تكملوا رقم 8 فهو الخليط جيد جدا. هنا كما شفتوا انا عندي هذا المول، غادي نحاول ندهنه بشويه ديال الزبده وشويه ديال لافارين باش ما يلصقليش. طبعا البنات راه كاين واحد لي كاليتي ديال هاد لي مول ديال الجرانيت ما كيلصقوش، طبعا هو كيكون على حسب الثمن ديالهم. انا هذا ديجا طيبت فيه ما دهنتوش، راه لصق ليا شويه، لذلك غنحاول انني ندهنه وندردر عليه شويه ديال الفرينه. وبعد ذلك البنات غادي ندير الخليط ديال العجين ديال الكيك ديالنا، وغادي نشعل الفران طبعا اللي كنت شعلته طبعا مسبقا درجه حراره 180 درجه. غادي نخليو الكيك ديالنا يطيب لمده 40 دقيقه. وطبعا هنايا بعد ما وضعت الكيك ديالنا في الفرن لمده 40 دقيقه وتضاعف الحجم ديالو وطاب معنا طبعا هذا الكيك، وتحصلنا عليه على هذا الشكل. شوفوا بسم الله ما شاء الله راه تنفخ الكيك ديالنا. غادي نخليه يبرد قليلا، وبعدها غادي نحيدو من المول، غنوضعوه في واحد الصحن جانبا يبرد قليلا. وغادي نحتاج هذاك المول اللي غنغسلوه جيدا، غنحيد منه داك البقايا ديال لافارين والزبده، وغنحضروا الكريم ديالنا. طبعا بالنسبه للكريمه كتحتاجوا 2 كيسان ديال الحليب، واحد 3 ديال الملاعق ديال السكر، 2 ملاعق كبار ديال النشا، والكاكاو الخام كتحتاجوا واحد 2 ملاعق من الكاكاو الخام كما كتشوفوا هنا البنات. وكتخلطوا كل شيء على البارد، طبعا ما كتوضعوش في النار، كتخلطوا كل شيء بالباطور طبعا الضراب اليدوي. وكتزيدوا واحد الساشي ديال فلون شوكولا، ديروا واحد الفلون ديال الشوكولاته، كتخلطوا كل شيء على البارد جيدا البنات، وعاد كديروها فوق طبعا النار ومع التحريك المستمر حتى تحصلوا على الكريمه تكون بهذا القوام. ملي غتشد راسها الكريمه ديالكم البنات غتكونوا خديتوا هذاك المول اللي غتكونوا غسلتوه جيدا ونشفتوه. طبعا ما غيحتاجش انكم تدهنوه لان فيه الفلون، فلذلك ما غتلصقش معكم الكريمه ديالكم فيها النشا والفلون. وكتحاولوا انكم تمشيو داك الكريمه ديالكم في المول على هذا الشكل قبل ما توضعوا الكيك ديالكم. هنا كما كتشوفوا البنات غادي نحاول انني نمشي الكريمه ديالنا في المول، وغنوضع
الكيك على هذا الشكل وغنحطوه في الثلاجة. من الافضل البنات انكم تحطوه ليلة كاملة ولا على الاقل واحد 4 ساعات. هنا البنات كما شفتوا راني خليته ليله كامله، ولا غد ليه طبعا في الصباح راني جبت الكيك ديالي من الثلاجه. وهنا غنحاول نحيدو يعني بالعقل كما كنقولوا غير بشويه باش ما يتكسرليش الكيك ديالي. وها هي النتيجه البنات، الكيك كيجي رائع جدا يعني جا ما شاء الله. غنحاول انني ندير له واحد التزيين بسيط بالقليل من الحلوى ديال التزيين اللي كتباع طبعا عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. غندير له واحد تزيين شخصي وغنزيد نضيف عليه واحد الورود، طبعا ورود التزيين كما كتشوفوا البنات. طريقه سهله جدا. التزيين ديال الكيك ديالكم راه كيبقى اختياري حسب الرغبه دائما كما كنقول لكم. هنا كما شفتوا غادي نضيف واحد 2 وريضات، طبعا الورد المجفف الخاص بتزيين الحلويات غنديرو هكا. طبعا هذا تزيين اختياري، تقدروا تزينوه ايضا بالمكسرات او الكاوكاو ولا اللوز. التزيين كيبقى حسب الرغبه وحسب الاختيار. هذا هو الكيك ديالنا، راه واجد معنا. كنتمنى فعلا انكم تكونوا استحسنتوه وانه يكون عجبكم. كنتمنى انكم تجربوه. وطبعا الا كانت اول مره كتشاهدوا فيها قناتي كنقول لكم مرحبا بكم، وفعلوا زر الجرس وتابعوني على مواقع التواصل مطبخ عليا. وبالنسبه للمتابعيه الاوفياء دائما كنقولها لكم شكرا لكم ولتعليقاتكم الطيبه. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم في حلقه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده.